السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي معلول. علي معلول في آراء كتير داخل النادي الأهلي بتقول إن علي معلول احتمال كبير إن هم يوجهوا له الشكر في نهاية الموسم. الواحد بدأ يكره حاجة اسمها كأس عالم للأندية، والله يا جماعة. يعني من ساعة ما البطولة دي اتعملت، يعني من أول الموسم اللي احنا بنلعب فيه ده، واحنا كل حاجة بنعملها أصلا احنا رايحين كأس عالم للأندية في شهر 6. كل حاجة. يعني مفيش حاجة حصلت في الأهلي في الموسم ده غير عشان بطولة كأس العالم للأندية في شهر 6. حاجة غم يعني. ما ركزناش في الدوري غير في الاخر بعد ما ضيعنا بقى كل البطولات اللي احنا كنا فيها. طلعنا من الرابطة، طلعنا من افريقيا. كنا مأديين موسم زي الخرا بسبب ايه؟ بسبب ان الاهلي مركز في كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه في شهر 6. لازم نجهز لعيبه، لازم نجيب لعيبه، مش عارف ايه. طب وبعدين يعني بعد كاس العالم ده احنا هنعمل ايه؟ مش فاهم. علي معلول. علي معلول ان هو لو بيلعب في الملعب بعكازين هيبقى احسن من اي باك شمال انت هتجيبه. دلوقتي الكلام على مين؟ على محمد شكري. تمام. محمد شكري وعايزين يجيبوه من سيراميكا ومش عارف ايه، وهيدفعوا له 15 مليون الشرط اللي مكتوب في البند بتاعه، وهيجيبوه. طب هو محمد شكري هو اللي هيشيلك في كاس العالم يعني؟ انا مش فاهم. انا مش فاهم هو انت ليه ما بتلعبش بعلي معلول مثلا، وتنزل تحتيه جنبه مثلا واحد زي الولا العش ده، عيل باور وفتنس، يقدر يغطي ورا في الدفاع. لكن علي معلول يا جماعه، خطورته الهجوميه اكتر بكتير من اي حد انت هتجيبه الفتره الجايه دي. علي معلول يديك سنه وسنتين كمان. انا مش فاهم الاهلي بيفكر في ايه. الاهلي دلوقتي بيفكر ان هو يمشي علي معلول كلاعب اجنبي. طب انت يبقى عندك مين بقى اللعيبه الاجانب اللي موجودين عندك؟ هيبقى عندك جراديشار، وعندك اشرف داري. طبعا يحيى عطية الله انت تديله سكه، مش هتجدد له الاعاره. تمام. هيبقى يحيى عطية الله واشرف داري. قصدي اشرف داري وجراديشار. يحيى عطية الله كده ايه؟ اوت. ورضا سليم اللي انت كنت جايبه مبدع خلاص اوت، هتديله برضه استماره. طب مين اللي راجع لك؟ راجع لك اليو ديانج. هيبقى كده في ثلاثه. طب انت بتفكر في ايه؟ انا نفسي اعرف الاهلي بيفكر في ايه. انا بدات اكره كاس العالم للانديه بسبب ان احنا مش مركزين، وعمالين نشيل ده ونرمي ده ونودي ده بسبب كاس العالم للانديه. فانا مش فاهم في ايه. انا مش فاهم في ايه. كلام كتير بيتقال الفتره اللي جايه دي ان محمد بن رمضان يعني قدامه اسبوع يجي يتمرن، ولسه كده كده الاهلي ما اعلنش عنه حاجه. محمد بن رمضان ده محدش اعلن حاجه، كلها كلام واشاعات. انا مش فاهم دلوقتي يعني احنا هنخش كاس العالم للانديه السكواد ايه؟ الله اعلم. على فكره كاس العالم للانديه ده الشهر الجاي، وانت عمال تمشي في لعيبه وتجيب لعيبه ومش مستقر وحالتك، ولسه ما جبناش مدرب وفي حاجه غلط. والله انا متاكد ان احنا هنروح هنترزع 3 ماتشات وهنيجي، وهيبقى بوظنا موسم كامل بسبب 3 ماتشات في بطوله. 3 ماتشات كاس العالم للانديه. ما انت بتروح كل سنه كاس العالم للانديه، السنه دي بشكل مختلف. بس يعني انت اخرك في ايه؟ طموحك في ايه انت؟ يعني انت متخيل انك هتوصل لفين؟ انا مش فاهم. ما تعمل سكواد قوي يا عم وخلي اللعيبه تلعب مع بعضها، اللعيبه اللي عارفه بعض. انت هتقعد تجيب له واحد من الشرق وواحد من الغرب؟ حاجه يعني تقفل. يعني علي معلول ده يعني انا مش فاهم. علي معلول ده بالنسبه لنا يعني ده ملك الحلول زي ما بتقول، اسطوره. ازاي انت عايز تمشيه عشان بطوله؟ ما تسيبه يا عم. انت عندك اماكن فاضيه، اماكن فاضيه للاجانب. ما انت كده يبقى عندك ايه؟ علي معلول وجراديشار ومين تاني؟ واشرف داري، 3 اهم. واليو ديانج وبن رمضان راجع، بيقول لك هيجي. هيبقى كده 4. واليو ديانج انت جايب 2 في نفس الحته، يعني فاهم؟ بن رمضان واليو ديانج الاتنين جايبهم في نفس المكان. بس انت اللي جايب ده، مش انا اللي جايب. انت اللي طالب ده. استحمل بقى للنهايه. اتمنى يعني نشوف الفتره اللي جايه دي استقرار شويه، واتمنى يكون الفتره اللي جايه دي فيه وصول. تمام. لان الحياه كلها مش كاس عالم، والدنيا كلها مش بطوله واحده. ده مجرد بطوله تلعب في شهر. انت لو وصلت فيها لفين هي شهر، وبعد كده هترجع لاصلك، هتلعب دوري وكاس ورابطه وهترجع لاصلك تاني. مش هتروح تلعب في اوروبا انت يعني. ده اذا كملت يعني عديت ال3 ماتشات. هتلعب 3 ماتشات حلوين، عديتهم هتلعب ماتش ماتشين بعديهم. مش تعرف توصل اكتر من كده. وصلت يا عم يا ريت، انا اتمنى. بس ما نبوظش الدنيا عشان 3 4 ماتشات هنلعبهم في شهر، وبعد كده نرجع لاصلنا بقى.
فأتمنى يكون في تفكير، وأتمنى يكون في اتزان شوية في القرارات في إدارة النادي الأهلي. ويا ريت لو عجبك الفيديو دوت يا ريت تعمل لايك واشتراك في القناة. سلام.